وهو رمضان إيه غير شوية مشروبات باردة ومنعشة ترطب على قلبنا بعد يوم صيام طويل. ويا سلام بقى لو المشروبات دي تتحدى الجاهزة وتبقى أحلى منها كمان. الخروب والدوم باللبن وقمر الدين أحلى من الجاهزين. حط لايك ويلا بينا نشوف. جبت لفة قمر الدين ببتدي إن أنا أقطعه لمربعات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اللفة دي تعملي لحد 2 لتر عصير. أنا هحط عليها مكون بيفرق جدا في النتيجة وفي اللون وفي الطعم كمان. ببتدي أقطعه بالمقص كده زي ما انتوا شايفين، وبحط عليه مية مغلية وباسيبه بقى على جنب كده ساعة أو 2 لحد ما المَيّة المغلية تخلّيه يطرى خالص. بعد كده جِبت ربع كيلو من الخروب، الخروب غسلته وبعد كده ابتديت أقطّعه لقطع صغيّرة، ويا سلام لو يكون متقطّع أصغر من كده أو تجيبيه متقطّع جاهز. بعد كده هاجيب في حلة على النار كوباية ونُص من السكر على نار عالية، ما باقرّبش للسكر نهائيًا لحد ما يبتدي يسيح من الجناب ويلوّن خفيف. بابتدي إن أنا أقلّبه بالراحة، الأفضل لو تهز الصينية أو الحلة لحد ما يدوب بقدر الإمكان. فأنا هاستخدم معلقة وبابتدي أقلّب بالراحة لحد ما السكر يدوب عندي ويتكرمل ويوصل للون الدهبي الفاتح، بلاش تغمقيه قوي عشان احنا لسه هنقلبه شويه مع الخروب. نزلت بالخروب على السكر وابتديت اقلب كده شويه مع مع الكراميل لحد ما يشموا من بعض كده وياخدوا من نكهه بعض. بضيف عليهم بعد كده الميه المغليه، بضيف على المقدار ده لتر ونص ميه مغليه. المَيّة مغلية بتسهّل إن الكراميل يفُك على طول، بس ممكن تحطّي مَيّة مغلية على مَيّة باردة براحتِك خالص. هو كده في الأول هتحسّي إن هو كلكع وكتّل وكُلّه لزّق في بعضه بعد ما تحطّي المَيّة، ومع التقليب كده والحرارة تبتدي توصل له، هيبتدي يفُك ويبقى زي ما أنتِ شايفة كده. باسيبه بقى يغلي كده على نار متوسطة لمدة ربع ساعة، نُص ساعة، لحد ما ينزّل لونه ونكهته، وبعد كده باسيبه بقى يبرد خالص، وممكن تدخّليه التلاجة 3، 4 ساعات. آخر حاجة بقى مشروب الدوم، هاجيب كوباية من الدوم من عند العطار بيتباع متكسّر جاهز، باحط عليه لتر مَيّة وباخده على النار باسيبه يغلي كده ربع ساعة، وبعد كده باسيبه يبرد تمامًا 3، 4 ساعات والّا حاجة، وبعد كده باخده بقى باصفّيه. باستخدم شاشة أو يعني قطعة شاش كده أو طرحة باكون مستغنية عنها تكون طرحة بيضا نضيفة. باخد جزء منها باعمله بيه العصاير، باصفّيه كده من الشاشة وبعد كده باخده في الخلاط، باحط عليه نُص كوباية سكر وكوباية ونُص لبن وباضربه في الخلاط ضربتين بيدّيني فوم رهيب، بيبقى شكله وطعمه حلو أوي في التقديم. باصُبّه بقى في الدورق أو في الإزايز وباشيله على جنب. غسلت الخلاط وحطيت قمر الدين بعد ما باش زي ما أنتم شايفين هو باش أهو. مجهزة بقى 4 أو 5 جزرات كنت سلقاهم مع نُص كوباية سكر وكوباية مَيّة لحد ما استوى الجزر بالكامل وفرمته كله مع بعضه، بيدّي قوام ولون حلو جدًا لقمر الدين. آخر مشروب الخروب ممكن تصفّيه وتاخدي بس المَيّة بتاعته دي وتشرب، كده فيها نكهة الخروب ولونه. أو ممكن بقى لو أنتِ عاوزة تستفيدي بالخروب اللي موجود معاكِ، تاخدي شوية من المَيّة دي في الخلاط وتفرميه وترجعي تصفّيه في شاشة كده زي ما عملنا مع الدوم باللبن. كده أنتِ خدتِ بقى الخلاصة بتاعة الخروب. وطبعًا هو متحلي وعليه السكر بتاعه، مش هنضيف له أي سكر تاني نهائيًا. هيعمل معايا تقريبًا لتر ونُص من عصير الخروب. بافضّيه بقى في علب أو في أزايز وممكن تحفظيه في الفريزر زي ما هو. قمر الدين تحفظيه زي ما هو كده، والخروب كمان تشيليه في الفريزر في أكياس أو في أزايز. لكن الدوم باللبن، الدوم اعمليه لوحده واحفظيه في الفريزر، ولمّا تطلّعيه تقدّميه حُطّي عليه اللبن. بنقدّم بقى العصير مع مكعبات التلج باحط الفوم كده على وش الدوم باللبن. حقيقي مشروبات ساقعة ومنعشة وبترطّب على القلب، وسهلة جدًا في تحضيرها. جرّبيها وكل عام وحضرتِك بخير.